السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أخباركم إيه؟ إيه اللي بيحصل في أسوان؟ إيه اللي بيحصل في أسوان والمرض دي اللي منتشر؟ قيء ونزلة معوية وتشنجات سخونية وأمراض عامة على القرى كاملة، والمرض بيتنقل من شخص لشخص وكله مرض واحد في قلب المكان. وكتير حملات عمالة تنشر ما تشربوش من مية النيل، وعملوا تحليلات لكذا عملية مية ولقوا إن مفيهاش حاجة أو فيها حاجة وخبوا الخبر. في ايه في الموضوع بالظبط؟ الله اعلم. في اللي بيحصل، هل دي اعراض الكوليرا؟ هل دي امراض منقوله لينا من اسوان؟ هل ميه النيل بقت ملوثه وهتبدا تاخد محافظات مصر بدايه من اسيوط للمنيا لسوهاج لحد ما توصل للقاهره؟ ولا ده هيسيطر عليه داخل اسوان ومش هيخرج بره اسوان؟ وهل هيحصل ازمه جديده زي ما حصل في كورونا لما جم مجموعه من الصين هنا وبدأ المرض ينتشر لحد ما عم على محافظات مصر كلها، وصل للأقاليم والقرى والنجوع الصغيرة؟ برضه هنعرف كل ده مع الوقت. بس دلوقتي أهم حاجة وزارة الصحة لازم تشدد موضوع النظافة، وموضوع الحالات دي لازم تتعزل عن بعضها في حجور صحية، ويشوفوا حل للمرض ده ويشوفوا السبب الرئيسي بتاعه في أسرع وقت عشان ما يتفشاش. طب في السودان وهنقول إن ما عندهمش حكومة وما عندهمش وزارة صحة، والمرض عندهم أصلا هيتفشى لأن عندهم عدم نظافة، بلد بتنضرب فيها حرب. لكن احنا عندنا هنا البلد ما فيهاش أي حاجة خالص، ممكن نقفل على المكان أو المنطقة اللي فيه المرض ده لحد ما يعرفوا إيه سببه وبعد كده يعالجوه عشان ما ينتشرش لبقية الشعب المصري. ولو من مية النيل ففي بديل ليها اللي هي المياه الجوفية. في قرى كتير شغالة بالمياه الجوفية ما فيهاش مية نيل نهائي، وبلدنا كانت من ضمن البلاد اللي هي كانت بتشرب من النيل وبقت بتشرب مياه جوفية، زي ما في قرى كتير جدا بيشربوا من المياه الجوفية. وفي حملات كتيرة جدا عمالين يتكلموا ويقولوا اشربوا مياه معدنية. طب الناس هتجيب مياه معدنية منين؟ فاشربوا من الطرمبات. اكيد في طرمبات عندكم، وفي مواسير ميه مدقوقه، وفي مواسير ميه. كل الحاجات دي انضف من ميه النيل حاليا لحد ما نعرف السبب، لان اللي مناعته ضعيفه هيتاثر لو في حتى جزء مرض خفيف جدا معدي في الميه وعدى من السد ووصل هنا للاقاليم. اللي مناعته ضعيفه هيتاثر. مش شرط يعني يكون مناعته قويه، او مش شرط ان هو يكون مرض قوي عشان يعمل فيه كده. ده بقول لك بيعمل نزله معويه وسخونيه وقيء وبيعمل تشنجات. مع انه بيعمل تشنجات ان هو بيعمل درجة حرارة مرتفعة جدا في وقت مفاجئ، فالجسم ما بيستحملهاش فبيحصل فيه تشنجات. والاعراض دي بتحصل للسودانيين دلوقتي اللي هم عندهم الكوليرا تقريبا، هو المرض ده. واحنا كنا مستنيين مرض تاني جدري القرود، بس ظهر لنا الكوليرا. بس تقريبا مصر كان فيها زمان المرض ده. الناس بقى اللي عاشت وقت المرض ده فمش عارف هما كانوا بيتعاملوا معاه ازاي وهو عبارة عن ايه. بس عادي يعني، ازمة وهتعدي ان شاء الله وربنا يسترها علينا وعليكم. وكان معكم محمد طارق. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس واللايك على الفيديو، وتصلوا على النبي في الكومنتات. صلوا على النبي في الكومنتات وادعوا لنا ان ربنا يعدلنا الازمة دي على خير ويحمي الشعب المصري يا رب.